اهلا وسهلا بالناس الحلوين اللي مش مهتمين للناس اللي مش حلوين. انت مش فاهم حاجه، بس انا جاي افهمك حاجه مهمه عن الناس اللي في حياتك. الناس اللي انت بتحبها وانت فاكر انها بتحبك. هل انت واثق ان الناس اللي في حياتك بجد بتحبك ولا كده وخلاص؟ عمال اشككه في كل اللي حواليه ويجي يقول انا اللي خليته يبعد عن كل الناس وكل الناس بقت بتحبوش. بس مش مهم، لو ما حدش حبك انا بحبك، بس انا مش جاي عشان اقول لك كده خالص. المهم، اهلا وسهلا، ازيكم؟ في مره من المرات حد كلمك في التليفون وسابك بعد المكالمه متعكنن من غير ما تكونوا متخانقين، او دخلت قاعده مع ناس وخرجت حاسس ان روحك اتسحبت منك، او حتى صحيت الصبح وقلت ليه انا دايما تعبان ومش حاسس بالراحه. في ناس حوالينا اول ما يقعدوا معاك تحس ان دمك اتسحب، مخك اتقفل وطاقتك اختفت، حتى لو ما قالوش كلمة سلبية لكن وجودهم نفسه تقيل. وفي ناس تانية بتتنفس جنبهم بتحس انك انت اتولدت من جديد. السؤال هنا مين بيسحبك لتحت ومين بيزقك لقدام؟ ساعات بتفتكر ان الاجابة في الشغل مثلا، في التوتر، بس بتنسى ان في ناس حواليك بتمص طاقتك في سكوت وانت مش واخد بالك. ناس وجودها بيقلل منك من غير ما انت تقول او تحس. ناس التفاعل معاهم بيخليك اضعف، والمشكلة الاكبر ان اغلبنا مش بياخد باله. النهاردة احنا عايزين نتكلم بكل صراحة. تعال الاول نتكلم عن انواع العلاقات المستنزفة اللي بتستنفذ طاقتك، اللي بتودي طاقتك في ده. اول حاجة، اللي محتاج دايما، الشخص اللي دايما عنده مشكلة، دايما محتاج تسمعه بس عمره ما سمعك. يبعت لك 10 دقايق فويس نوت لمشاكله، لو رديت عليك كلمة صغيرة ولا أي حاجة وبجد الكلمة دي بتواسي يقولك إيه ده؟ بس كده. اللي دايما بيتكلم عن مشاكله ومجننك، عن تعبه، عن قد إيه الدنيا ضده، وكل مرة تحاول تطبطب، تحاول تحل، ومفيش أي جديد ولا في فايدة. والهدف مش إن هو عايز يحل وبيدور على حل، الهدف إنه عايز بس يشتكي. النوع ده عمره ما بيسيب لك فرصة إنك تتنفس، بيحسسك دايما إنك مقصر وما بتعملش حاجة. عايزك تسأل نفسك بعد أول علاقة دي، هل العلاقة دي مبنية على تبادل ولا أنت الطرف اللي دايما بيحاول يرضي؟ النوع التاني الساخر المقنع، الشخص اللي بيضحك دايما بس دايما على حسابك، يقول نكتة على شكلك، نكتة على حلمك، نكتة على شغلك، حياتك بالنسبة له أضحوكة، والمشكلة إنك بتضحك معاه غصب عنك عشان ما تبوظش الجو، بس جواك في حاجة اتكسرت. الناس السلبيين بطبعهم كل حاجة يقولوا عليها مفيش فايدة، كل حاجة تقترحها يقولك جربت ومش هتنفع. الناس اللي زي دي عاملة زي الدبان، كل ما بتمشي ناحيتهم الرؤية عندك والنظر بيقل، الطريق قدامك بيضل، والنوع ده بيسبب جواك خدوش نفسية بتمشي فيها وانت مش واخد بالك. النوع الثالث والغريب والوحش، المنافس اللي لابس لك وش وبيقول عليه انه صاحب، الشخص اللي عمره ما شجعك، كل نجاح ليك لازم يقابله نجاح ليه ولازم يقوله، كل ما تحاول تفرح يبين لك ان هو عنده انجاز اكبر، اللي بيقارنك بنفسه دايما من غير ما تتكلم، او اللي يفرح لك بس وهو متضايق. الناس دي بتموت طاقتك النفسية اللي جواك بشكل ما يتوصفش، لانك حاسس دايما انك تحت الميكروسكوب مش متشاف. المنافسة اللي فيها سم كده وتعابين مش دايما واضحة، ساعات بتبان تحت مسمى الدعم وانا بحبك يا صاحبي. العلاقة الرابعة بجد خبيثة، المستفز المستخبي، اللي بيرمي كلمات صغيرة كده تكسرك، زي ايه ده؟ هو انت لسه في الشغل ده كل الوقت ده؟ ويا عم ايه ده؟ بقالك كتير بتقول هتبدأ. اوبا، شوف مين اللي كرش ومدلدل وبيقولك بروح الجيم. كلمات بسيطة بس تقيلة بتقعد تفكر فيها طول الليل وانت مش قادر تنام. العلاقات اللي كلها خد 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 ومحدش بيدي، صاحبك اللي فاكرك انك دكتور نفسي. شوف مين اللي حواليك يستاهل، شوف مين اللي بجد بيحاول يسأل انت عامل ايه. ازاي بقى نكتشف ان العلاقة اللي احنا فيها دي بتأذينا؟ واحد، انك دايما تحس بضغط نفسي بعد كل مقابلة او كل كلام. لو كل مرة بتخرج من القعدة حاسس بتقل، فصدقني ده صوتك اللي جواك بيقولك خد بالك احنا طاقتنا بتخلص ونفسيتنا بتضيع. 2، انك تبدأ تشك في نفسك مع كل تعليق
كل مقارنة، كل تجاهل وعدم اهتمام باللي انت بتعمله، تحس انك انت مش كفاية، وانك ما بتعملش حاجة، وانك عايش وخلاص. وده اكبر خطر، انك تبقى جوه علاقة بتقلل منك وانت ساكت. 3، دايما بتعيش على الاعذار. تقنع نفسك هو مش قصده، هو بيهزر، وانت عارف من جواك ان كل ده بيوجعك وعمره ما فرحك. بتحس بالتعب بعد ما تتكلم حتى لو ما حصلش خلاف، بتحس بزهق وقلة، بتحس انك دايما لازم تمثل وانت معاه، مش مرتاح تكون على طبيعتك، بتضطر دايما تراقب كلامك وتخبي مشاعرك. بيكسر حماسك بدل ما يشجعك. تقول فكرة يقلل منها، تبدأ في مشروع ويضحك، تنجح يطنش ويشوفك ولا حاجة. الحاجة التالتة بقى واللي هنعملها دلوقتي ان احنا نفلتر الطرق الحقيقية اللي بجد تفلتر بيها الناس اللي في حياتك. قبل ما تقابل اي حد اسأل نفسك الاول، انا حاسس بايه دلوقتي؟ خفيف، متكركب، متحمس، محبط؟ جسمك مش بيكذب ومشاعرك، اسمعهم. وبعد ما تقابله وتتكلم معاه اسأل تاني، انا مبسوط، انا فرحان ان انا شفته النهارده، انا حاسس بايه؟ ولو كل مره بتحس انك انت اسوأ لازم تاخد موقف. الخطوه التانية بقى يا باشا اسمها مش اسوأ، اسمها حدود. انت مش شرير عشان حطيت حدود، مش اناني لما تبعد عن حد بيتعبك. حب الذات مش رفاهيه، مش بتستمتع بيها قوي يعني، دي مسؤوليه عليك انك تعملها. العلاقات يا حبيبي عامله زي حساب البنك، في ايداع وفي سحب. لو الشخص ده بياخد بس، الرصيد هيخلص وهتخش في ديون نفسية. مش عيب، ودي الحاجة التالتة، انك تقلل التواصل تدريجيا. مش لازم تقطع فجأة، بس ممكن تقلل، ترد وقت ما تقدر، تحط اولويتك لنفسك. مش لازم مواجهة عنيفة بقى وامسكه اضربه وقطع له هدومه، بس ممكن تقلل ردودك، تبقى مختصرة، تبعد عن التجمعات اللي الشخص ده فيها، وانت مش مطالب تشرح نفسك دايما. الحاجة الرابعة والأخيرة والأهم، دور على المساحة والبيئة اللي تستهلك، الحقيقية اللي هتحتضنك وهتحبك بجد وهتبقى عايزة لك الخير قبل نفسها. شوف الناس اللي بتشجعك، اللي بعد ما تقعد معاهم تحس نفسك كده انك مبسوط وخفيف، اللي لما تتكلم عن حلمك يقولك يلا بينا انا دايس معاك في اي حاجة. الناس اللي لما تقعد معاهم وتمشي تحس انك انت بجد عايز تحلم، عايز تشتغل. الناس دي غالية جدا، ولما تلاقيهم حافظ عليهم وتشكرهم جدا جدا، لان هم بجد في الزمن ده الا من رحم ربي عملة نادرة. ففي الاخر يا سيدي انت مش مطالب تتحمل الناس ولا تقنع نفسك ابدا انك محتاج تفضل في علاقة عمالة تأذيك. حياتك غالية ونفسيتك اهم من رضا اي حد بيقلل منك. ابعد شوية عشان تحب نفسك، عشان تعيش اخف ومبسوط. وانت مش سوبرمان، انت مش مطالب منك انك تتحمل كل الناس. لازم تختار مين بجد الناس اللي تستاهل انها تدخل دايرتك، لان اللي حواليك بيشكلوك، بيأثروا على مزاجك وتركيزك ونفسيتك وصحتك. قرب من اللي بيكبرك وابعد عن اللي بيستهلكك دايما. مش لازم تقطع يا سيدي لو هم فارقين معاك قوي، بس ابني حدود، واللي بيحبك بجد هيفهم. ولو حسيت انك وحيد بعد الفلترة دي، افهم ان هو ده وقت الشفاء اللي بجد بتلاقي فيه الناس اللي تستاهل، وبتلاقي فيه كمان نفسك، لانك كمان بتفضي مساحة للناس اللي شبهك. فعايزك تكتب لي في الكومنتس انا هفلتر علاقتي بايه بقى؟ ايه البداية؟ ايه اللي هتعمله؟ قول لي تحت في الكومنتس. ويا سيدي لو مكشوف اكتبه جواك، بس عشان تبدأ، عشان بجد تعرف ترجع تسيطر على اللي حواليك واللي في حياتك واللي يستهلوك واللي يزقوك لقدام. ولو حسيت ان الفيديو بجد لمسك وسمعت فيه حاجة كويسة، شاركوا مع اللي تحب، يمكن هو كمان يكون محتاج يسمع الكلام ده. نيجي هنا عند نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا، وتكونوا دايما بخير وبصحة وسلامة، تسمعوا الكلام وبتعملوا باللي في الفيديوهات. اتمنى السلسلة دلوقتي حالا يمكن دي الحلقة ال9، اتمنى اكون بجد غيرت فيك اي حاجة، ولسه اللي جاي احلى، ولسه في حاجات كتير جاية حلوة وعد مني. هفضل دايما معاك وفي ظهرك وبحاول ازقك لقدام. معاكم محمد صالح موكا. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. يعني اديني بحاول، مش عارف، زي ما بقول لك بقالنا كتير، بنعمل فيديوهات كتير، واتمنى بجد اكون غيرت فيك حاجه، مع اني انا نفسي شخصيا بتغير بالكلام اللي بقوله، وبحاول بجد اعمل بيه معاكم. فبس اتمنى اكون بتستفاد، اتمنى اكون دايما مبسوط، اتمنى اكون اتغيرت.
وكل فيديو بيغيرك. والله بتحبني انا بحبك، سمعتك تقول انك بتحبني، انا كمان بحبك. خد بالك من نفسك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد زي ده المره الجايه.